السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده ومعكم ميدو جابر. النهارده هنتكلم عن رياضه ركوب العجل وتطورها غريب في معظم الدول. اتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه ومفعل زر التنبيهات ليصلك كل حاجه جديده في وقتها. ويلا بينا نبدا الحلقه. طبعا كلنا عارفين رياضه ركوب العجل هي رياضه بدات من القرن التاسع عشر، وكان الهدف منها النقل والمواصلات والترفيه ايضا، وبعد ذلك تطورت الى مسابقات، منها سباق الدراجات على الطريق، وسباق الدراجات على المضمار، وسباق الدراجات الجبلية، وسباق دراجات الاختراق BMX. كل ده انواع رياضات ركوب العجل. وبعد كده تطورت الى الاتي: قبل مدة قصيرة تم افتتاح نادي جديد من نوعه في مدينة نيويورك، تتم فيه قيادة دراجات في حمام السباحة، وذلك بهدف الإحماء. هذه التقنية ليست جديدة تماما، فقد غزت أوروبا منذ سنوات، وقام طبيب إيطالي متخصص بالطب الرياضي بتطويرها في التسعينات، وشأنها شأن رياضة ركوب الدراجات المعتادة، فإنها تقوي العضلات لكن دون إجهاد مفاصل الساقين. ويرى مؤيدين هذه الوسيلة الرياضية إن حركة الماء تساهم في تدليك الساقين وتجعل العضلات أقل إجهادا بعد انتهاء من التمارين. وتأكد الدكتورة أليكس كولوفين، الجراحة والأخصائية في تقويم المفاصل والعظام المتخصصة في الطب الرياضي في كلية طب أيكان بنيويورك، إن عملية تحريك الماء طريقة رائعة لتقوية العضلات دون أن يكون لها أثر سلبي. لكن ركوب الدراجات في الماء ربما لا يضيف مزايا أخرى على مزايا ركوب الدراجات التقليدية، إلا أنها تجعل الأمر يبدو مسليا. في هذه الرياضة يقوم اللاعبين بتحريك أفخاذهم داخل الماء بناء على تعليمات المدرب، ويبدون وكأنهم يقطعون مسافات قصيرة بسرعة فوق دراجاتهم، ويشعر أحدهما وكأنه يجري صاعدا لأعلى بكل قوة. ورغم أن ممارسة هذه الرياضة يبدو سخيفا، إلا كان الكثيرون يحبونها، ورغم وجود بعض المنتجعات والنوادي القليلة التي توفر هذه الرياضة داخل الولايات المتحدة، إلا أن ممارسيها متفائلون ويتوقعون زيادة عدد ممارسي هذه الرياضة. بكده احنا خلصنا حلقة النهاردة. لو مش عامل اشتراك في القناة اعمل اشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يجيلك باقي الحلقات، واشوف وشكم على خير.